في 3 حاجات بيحصلوا في عقل الإنسان متشابهين شوية بس مختلفين في التأثير: أحلام اليقظة، متلازمة جوسيكا، والسيناريوهات المحتملة. أحلام اليقظة هي طريقة بيستخدمها المخ للتنفيس عن الضغوط. أنا مضغوط أو مريت بيوم صعب شوية، فمخك بقناة الأحلام وأنت بقى وخيالك الجامح خد نفسك في الحتة دي. شوف نفسك رائد فضاء، شوف نفسك رئيس جمهورية، تشوف نفسك حتى سوبرمان، أنت وخيالك عيش. المهم تخرج من اللي أنت فيه وتبقى مبسوط. السيناريوهات المحتملة، نفترض ان انت رايح داخل على موقف معين، فبتبتدي تتوقع ايه اللي ممكن يحصل في الموقف ده. هو قال فانا هقول، هو عمل فانا هعمل. متلازمة جوسيكا خلينا نقول ان هي قريبة شوية من السيناريوهات المحتملة. انت لو داخل على موقف فبتستحضره وبتبتدي تفكر ايه اللي هيحصل في الموقف ده، بس بتتكلم بصوت عالي، بتنعزل عن البيئة المحيطة بيك وتدخل على اوضتك وتقفل على نفسك وتبتدي تتكلم بصوت عالي وتكلم الاشخاص وتقعدهم قدامك. متلازمة جوسيكا مرض محتاج علاج ومحتاج رعاية، لان انت بتأذي جدا صحتك النفسية، بيأثر جدا على انفعالاتك وعلى مخك. خلينا نضرب مثل شامل. لو انت داخل على اجتماع، لو قلنا بالسيناريوهات المحتملة انت هتتوقع الاجتماع، فلان قال فانا هقول، فهو هيعمل فانا هعمل في الاجتماع كذا. احلام اليقظه فممكن تبقى فاتح كشك، صاحب كشك سجاير، بس بتتوقع ان انت عندك موظفين وبتعمل بيهم اجتماع وبتتخيل الكلام ده، فما فيهوش اي مشكله. بمتلازمه جيسيكا انت هتعمل الاجتماع ده عندك في البيت وهتقفل الباب على نفسك وهتبتدي توجه كل واحد فيهم لوحده. ده الفرق بين الثلاثه، خد بالك منه.